إذن اجتماع ديال القيادة الأغلبية كان عنده واحد الصبغة خاصة، لأنه جاء كما تعلمون بعد الخطاب الملكي السامي افتتاح الدورة التشريعية اللي أكد فيه على أهمية مواجهة إشكالية ندرة المياه وإشكالية كذلك الاستثمار. وجاء كذلك بعد مشروع قانون المالية اللي أعطى كذلك توجهات عامة لتتهدف أساسا للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والعمل على استهداف الفئات الهشة والفقيرة من أجل إخراجها من الفقر، والعمل كذلك على تحقيق الإصلاحات الكبرى في مجال التعليم، في مجال الصحة، وفي مجال التشغيل مع استثمارات مهمة في هذا الإطار. وبالطبع العمل على تقوية كذلك ما هو مرتبط بندرة المياه ومواجهتها وتحسين الولوج إلى الماء بالنسبة للساكنة، لا بالنسبة للعالم القروي، بالنسبة للمدن المغربية. وهذا الاجتماع فهو في الواقع كانت فرصة لتأكيد ثلاثة ديال الأمور الأساسية. الأمر الأول وهو أن الأغلبية فهي معبأة من أجل تحقيق البرنامج الحكومي والعمل على حماية المواطنات والمواطنين من الصدمات التي نعيشها على الصعيد الدولي، وكذلك العمل على تحسين ظروف عيش ديال المواطنات والمواطنين. ثانيا أن هنالك إرادة قوية للقيام بالإصلاحات الكبرى المهيكلة بالنسبة للبلاد، لا في مجال التقاعد ولا في مجال الصحة ولا في مجال التعليم ولا في مجال الماء ولا في مجالات متعددة أساسية في السكنة إلى آخره. ونقطة ثالثة اللي هي أساسية واللي تم التركيز عليها، وأنه هذه السياسات التي نعمل في إنجازها على أرض الواقع ينبغي أن يكون لها بعد ترابي أكبر، وهذا يتطلب كذلك تنسيق مع الجهات، تنسيق كذلك مع الأقاليم والجماعات من أجل أن يصل هذا الجهد الذي تقوم به الحكومة إلى المواطن، ومن أجل كذلك الارتقاء بوضعية المواطنات والمواطنين.